فاز المنتخب الوطني على نظيره السنغالي بهدف دون رد، وذلك في مباراة ودية احتضنها سهرة الثلاثاء ملعب عبد الله واد بالعاصمة السنغالية دكار. وسجل فارس الشيبي هدف الخضر الوحيد في المباراة في الدقيقة 64 عن طريق رأسية رائعة بعد مخالفة منفذة من محرز، وهو بالمناسبة هدفه الدولي الأول مع المنتخب الجزائري. وبهذه النتيجة أكد الخضر سيطرتهم التاريخية على السنغال، حيث حققوا انتصارهم الثالث على التوالي وبذات النتيجة بعد الفوز في مباراتي كان 2019. كما حقق الخضر انتصارهم الرابع عشر أمام أسود تيرانجا مقابل 5 تعادلات و4 هزائم في تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.